الابتزاز اللي يجيكم، يعني شو تعرضت حضرتك لموقف يعني مباشر بالابتزاز بهاي القضية؟ احنا كل عملنا هو تعرض للابتزاز. خل احكي لك هاي الحادثة وخلي يسمعني. محافظ تمر عليه، السلام عليكم استاذ، هذا تليفوني، خاف ربعي ما يأدون دورهم زين، اني بخدمة مشروعك وبمحافظتك، وبعد السلام والكلام تقول له اشوفك بخير ان شاء الله. يعني الكلام اللي قال ورا يومين يخابرك من بيروت ويقول لك وينك اخوي، انا منتظرك ببيروت. قلت له ما معده كان فلان. قال لي هو انت مو قلت اشوفك بخير؟ ما انا اشوفك بمحافظتي اللي انت كل الدنيا تعرفك. يعني هو يخلق السيناريو شلون يتحرش بيك. من هذا المحافظ؟ محافظ سابق لمحافظة واسط. محافظ سابق؟ نعم. اللي هسه رجع ليس الحالي. اعتقد رجع او ما رجع والله ما يهمني عن الموضوع. انا من احكي وقائع هواي محافظين سابقين، مو حتى لا يكون محمود ملا طلال. من القضية واقع. اسقط الافتراضات، اسقط اظن، اسقط يمكن، اسقط اعتقد. بس انت ما تخاف تذكر الاسماء هسه؟ اخاف؟ مو هاي ممكن يتحملك مسؤولية قانونية؟ ليش اذا كانت الواقعة واقعة ليش اخاف منها؟ اذا كان الحدث واقع. شنو نوع الابتزاز اللي كان؟ مختلف الطرق يجونك، انه انت ما كنت اول واحنا حنا لك المشروع وفرق بينك وبين الاول كذا، فعليه الفرق احنا بالنص بيننا وبينك. والحقيقه انا ما استجابيت. رجعوا للكوت، فتحوا التخطيط انه اني مقصر انه يدخلوني بالقائمه السوداء، ولكن وزاره التخطيط عندما طلعت على الحقائق رفضت الطلب. يعني مو كل الحقيقه، بعض المؤسسات وبعض الوزارات وحتى في بعض مفاصل القضاء مع الأسف الاستماع إلى المسؤول وكأنه منزل من السماء، في حين لا مو الناس عندها نظرة تجاه الطبقة مثل حضرتك يعني. نعم. الله يوفقكم والله يرزقكم دائما. بس تعرف الناس تنظر انه الشخص اللي يتحدث بالمليارات، يعني هسه يمكن على قولة عادل إمام يعني الأرقام شوية مخيفة بالنسبة لكثير من الناس، هذا اللي ياخذ 500,000 ويشوف إذا قصوا 50,000 هو يتعسر، بس ما يعتقد أكو مقاول يطلب 250 مليار ممكن يتعسر. نعم. فهاي المشكلة. احنا ما المقاولين ليسوا ضد الناس. احنا الحقيقة ما نقول لك احنا تعسرنا بالأداء، بدليل أنا بهاي الشحة المالية وكملت جسور بميسان، وتقدر حضرتك تتصل بمحافظ ميسان تسأله على النوعية اللي أحد المحافظات بررتها انه ده نشتغل شغل يطلع لك مسؤول يقول هو نفذ جسور تراب بالبصره. ما انا نفذت بميسان 5 تحت الخدمه وواحد تحت التنفيذ حاليا. شو ما قالوا عليها اهل ميسان مشاريع هي تراب، لكن لانه القضيه ما تصرف له، ما امشي على اهوائه، ما اسوي مثل ما يريد، انتقد بهالطريقه. احنا الحقيقه من ينتقدنا المهني والاستاذ نضرب له تحيه. يعني مهندس مو بس مقاول، ولكن من ينتقدني واحد بعيد عن هذا المجال وبعدين ما ادير له بال ولا اسمع ولا اغث روحي به. فمره ثانيه اقول لك المقاول بعضنا صحيح وسيلتهم في الحصول على العمل هو هذا الدرب الاسود، ولكن ترى بعضنا ما مطين نفسهم. انا لو مطي نفسي للي هوس علي بالمدينه الرياضيه ما كان حكي عليه. لكن والله انا اشوف نفسي رجل وهو رجل، وعيب علي انطيه. انا ربع النهار كله بنص التراب والمفخخات واعطي الواحد نايم للظهر على شنو؟ انا مو هاي طريقتي بالعمل. انا مهندس عارف مسيرتي واستحي من ذني واخجل من طيب شو انت حكيت خارج النوعيه. استاذ شو انت جبت كل يعني اسماء بعض المسؤولين اللي ابتزوك، بس دولة القانون ما جبت طاريها. ماكو واحد دولة قانون ابتزك؟ يعني ماكو واحد قال لك يا بس اجيبك امشي لك هاي الشغله حتى تصير حيادي؟ انتم تصنفون الفاسدين على اساس فئات وكتل. لا والله لا انا اصنفهم حالات. لا انا ما اصنف على شيء، بس اقول الاسماء اللي ذكرت. ما اكو مسؤول هسه انا من نفس الكتله اللي انا جاي اشتغل ويا وزير الشباب الحالي سيد عطان. سيد عطان نوبات ما يسوي لك شيء وما يعطيك، لكن ياخذ منك شغله خدمه عامه. انا اخذ مني سياج ملعب النجف مجانا. سوالف طيبه وكلام شنو، وانا مشتكى عليهم خلاني ابطل الدعوه ونفذ المشروع. يعني برضاتك ملعب اي والله ملعب بولايه امير المؤمنين، وهذا الك وهذا انجاز. خجلت قلت له سقط هذا وانا اسوي لك السياج وخزان المي بلعش خزان 500 متر مكعب. بعض الامور انا اوسع ببعض المفاصل. نعم اخدم
اسمي واخدم اولادي واخدم حتى احفادي. يعني من سويت الشاشات مال ملعب البصره بدلا من 7 في 4 سويتها 16 متر في 7 و95 او في 8. لان شفت ملعب بقطر الشاشه مالته 15 فزدت عليه متر. انا ما حد ضاربني على ايدي، انا محترم مهنيتي، لكن بنفس الوقت ما اقول لك كل احنا منزهين. بينا هذا سلوكهم، ما يقدر ياخذ شغله اذا ما يدفع. لكن اسالك بالله، اذا ماكو مسؤول يتقبل تصير هي الحاله؟ اذا ما اكو قتيل اكو جريمه قتل؟ طيب، واذا ما يتوفر قاتل وجريمه ومقتول طيب، ما تصير جريمه قتل. اذا ماكو موظف عند الدوله يستقبل فاتح سترته. ايه، وانا مره حكيتها قدام سيد عادل عبد المهدي على صابر العيساوي. انتقدنا، قال المقاولين ما يقدرون يشتغلون الا يطون للمقاولين. قلت له استاذ صابر انا ارجوك طلع من عندنا واحد كمشك ودقك بتوثيتين وحط بجيبك بالقوه. اذا ما عندك استعداد العالم تحطه بجيبك ما حد يجي يدق بابك. احنا مالاتنا عزيزات علينا، لكن يكفي ان ينتهم المقاول وهو ضحيه. ترى اكو شريك كبير بالفساد هو من يتقبل الحاله ومن يبيع المشروع ومن يبيع الدوله ومن يبيع ضميره وذاته. دوروا على هذا. طيب.